اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، معكم معتز مصطفى من موشن ماستر. وقبل ما نبدا يلا نضغط بسرعه على اشتراك في القناه وتعالوا نبدا الحلقه. اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده مع موشن ماستر. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الماسك وشوفنا ازاي سحر الماسك وهو بيمشي من ورا الشجر ده، وعملنا الكلام ده بمنتهى السهوله، ولا سحر ولا شعوذه. طيب تعالوا بقى نفهم الكلام ده عملناه ازاي، ولازم نعرف ان في الافتر افكت 100 طريقه عشان تعمل نفس الحاجه، ولكن الاحترافيه انك تعمل الحاجه باسهل ما يمكن. يلا بينا نشوف. على فكرة الناس اللي كانت بتسألني وبتقولي المقدمة الجامدة اللي في أول التوتوريالز بتاعتي اللي هي معتز مصطفى from موشن ماستر دي معمولة ازاي، أحب أوشوشكم وأقول لكم إن دي معمولة بالماسكس برضو. والمفروض إن احنا كده تقريبا خدنا كل المكونات بتاعة الانترو دي. يعني المفروض إن انتوا بقى بعد ما قلت لكم وغششتكم المفروض تحاولوا تعملوها وتوروني هتقدروا تعملوها ازاي قبل ما اعمل حلقة واشرحها. يلا بينا نشوف بقى الماسك ده مشي ازاي من ورا الشجر. اول حاجة تعالى نمسح اللي احنا عملناه ده كله ونبدأ نتكلم عليه بالتفصيل بقى من جديد. احنا قلنا ان احنا جبنا صورة زي دي، والصورة دي فيها الشجرة اللي احنا شايفينه ده، فقلنا ان احنا نشوف الصورة كاملة ونظبط الصورة على الكومبوزيشن بالشكل ده. وتعالوا نرفع الصورة شوية كده عشان أشوف الأرضية بتاعة الشجر، وتعالوا نعمل زوم ونقرب ونمسك الهاند كده بالسبيس عشان دي المنطقة اللي أنا هشتغل فيها. طيب احنا قلنا ان احنا هنعمل شيب لاير بالشكل ده صح، وفي الشيب ده هنعمل كده. جميل قوي. احنا عملنا دايرة، عايزين نخلي الدايرة دي تمشي ورا الشجر. نعمل الكلام ده ازاي يا ترى؟ لاحظتوا ان انا جيت وقفت على الشيب نفسه هنا وبدأت اعمل ماسك. هو ليه عملت انا كده؟ هي انا عملت كده عشان الخبطك، عشان اخليك تفكر. ليه انا جيت عملت على الشيب ماسك؟ ما انا مش عايز اخفي الشيب، انا عايز اخفي الشجر. هتقولي ايه ده؟ طب ما انت كنت ممكن تقف على دي وتعمل لها دبليكيت بالشكل ده وتيجي على البين تول وبرضو ترسم الجزء اللي انت رسمته اللي هو الماسك ده كده مثلا، وبكده يبقى انت عملت ماسك صح. وتقدر بعد كده انك تخلي الشيب ده يمشي ورا الشجر. طب ازاي برضو هخليه يمشي ورا الشجر؟ هقولك مجرد ان انت هترفع دي كده بس وهتيجي تعمل كده هتلاقي ان هو بالفعل مشي ورا الشجر. صحيح. طيب امال ايه اللي انت عملته؟ هقولك اللي انا عملته، انا ما عملتش كده، انا ما عملتش ماسك على الصورة الاصلية بتاعتي، لا انا عملت ماسك على الشيب نفسه. ليه؟ عشان اجي هنا وهبدأ اعمل الماسك، فقلنا هنضغط على دي وهبدأ اعمل الماسك بتاعي كده. كده انا بعمل الماسك على ايه؟ على الشيب صح؟ على الشيب لاير اللي عندي اللي هي الدايرة. وبالتالي الماسك ده اما يكتمل هيخفي مين؟ هيخفي الدايرة دي صح؟ لذلك انا قلت لك انا ممكن ادخل جوه الماسك ده، ولو انا عايز اظهر الدايرة دي هعمل له انفيرت صح. ولكن انا مش هعمل الانفيرت ده. ليه؟ لان انا مش هخلي الوضع اللي انا برسمه ده موجود. يعني ايه مش هتخليه موجود؟ يعني انا برسم الماسك ده مجرد ان انا برسمه بس على اي لاير، ولكن انا هاخد الماسك بعد كده كوبي بالشكل ده وهعمل سوليد هنا. السوليد ده هيعمل ايه يا ترى؟ السوليد ده هيقفل المشهد كله. ولذلك انا عشان اعمل ماسك على السوليد بنفس مقاسات الماسك ده فانا هقول له بيست هنا، وبالتالي هلاقي ان الماسك بتاعي اتكابير هنا. لو مش مظبوط بالشكل ده هاجي افتح هنا كده وكده وامسك الماسك من هنا كده عشان اقدر احركه كده. تمام؟ ده لو الماسك ما تنسخش في نفس المكان. جميل. طيب ودلوقتي الشيب بتاعي موقفه ايه؟ موقفه انك تمسح الماسك ده. خلاص احنا مش عايزين الماسك ده، فهيبدأ يظهر ده هنا كده. انت عندك السوليد اتقطع فيها بالماسك اللي انت رسمته على قد الشجرة، وكده انت عندك الشيب بتاعك ظاهر. واحنا لو افتكرنا في حلقات التراك مات احنا قلنا ان احنا نقدر نقطع في ايه؟ نقطع في اللاير
اللي هو بيبقى موجود تحت اللي هو ده. يعني لو انا عملت ده تراك مات، اذا انا بقطع في مين؟ في ده، في اللاير الشيب ده. اذا الشيب ده اما يتحرك ويجي يعدي على اللاير اللي هيقطع فيه، اذا هو هيتقطع. ازاي الكلام ده يعني؟ مش فاهمين؟ هقولك تعالى وقف الشيب بتاعك ده هنا، كويس؟ اما انا وقفت الشيب بتاعي هنا، هو عدى ورا الايه؟ ورا السوليد، عشان السوليد فوق زي ما قلنا في هرمية الافتر افكت، صح؟ الشيب او اللاير اللي بيبقى فوق هو اللي بيبقى ظاهر قدامي، ويليه اللي تحتيه ده تحته. اذا ده ورا اللاير اللي موجود ده، كويس؟ بس انا مش عايز اللاير اللي موجود ده. هو ده اللي احنا قلناه في التراك مات، ان لو انت عايز تقطع بده في ده، يبقى اذا هتدي الشيب هنا تراك مات. لو انت اديت له الفا مات، هتلاقي ان هو قطع ولكن خلى الشكل جوه يبقى ظاهر. انا عايز العكس. طيب فقلنا نعمل انفيرتد، لذلك انا عملتها في الحلقة اللي فاتت الفا انفيرتد مات بالشكل ده. وبالشكل ده انا لما جيت اعدي من ورا الشجر ظهرت ليا اكني فعلا بعدي من ورا الشجرة، ولكن في الحقيقة انا مش بعدي من ورا الشجرة ولا حاجة. انا في الحقيقة بعدي من ورا السوليد اللي اختفى، اللي هو معمول له ماسك. وبكده احنا قدرنا نجمع ما بين التراك مات والماسك، وقدرتوا تشوفوا ان الماسك هينفعنا كتير في الفيجوال افكتس اما نوصل لها ان شاء الله. كذلك هينفعنا في الموديلنج، في 3D، في 3D ستوديو ماكس، في المايا، في البلندر، هينفعنا في هوديني، في حاجات كتير. فخليكم معانا وتابعونا، هنقول كلام اكتر من كده بكتير. الحقوا اشتركوا في القناة، الحقوا اعملوا شير. قد ايه الشير اللي انتوا بتعملوه ده بينفعني كتير. عايز اشكركم جدا على ان احنا وصلنا 3000 سبسكرايبرز، ويا رب نوصل للمليون بدعمكم وبدعواتكم. تعالوا بقى نقول حاجة عن الماسك ده. الماسك اللي احنا عملناه في الكام لاير دول، تعالوا نشيلهم كده، وتعالوا بقى نشوف الماسك لو احنا رسمناه بالشكل ده. لو احنا جينا عملنا شيب لاير ورسمنا الشيب لاير ده، وجينا في الشيب لاير قلنا عايزين نعمل ماسك، احنا قلنا ان احنا نقدر نعمل الماسك بطريقتين. طريقة البارامتريك شيبس، بنقدر نختار الشكل الاعتيادي اللي عندنا من هنا، وقلنا بنقدر نضغط على الشبكة دهيا اللي هي تول كرييتس ماسك ونعمل كده، كويس قوي. والطريقة التانية ايه يا ترى؟ تعالوا نعمل كنترول زد. والطريقة التانية هي ان احنا نقدر نستخدم البين تول الجميلة بتاعتنا، وبرضو نقدر نرسم الماسك بتاعنا بالشكل ده. طيب يا ترى لو جينا بصينا للباص ده، هنلاقي ان في نقطة هنا كبيرة ونقط صغيرة. ده يفكرنا بحاجة، ده يفكرنا في الحلقة اللي احنا اتكلمنا فيها عن الفيرتكس، واتكلمنا امتى عن الفيرتكس واحنا بنعمل مورفينج. جميل قوي. طيب ده معناه ان احنا نفهم من كده ان دي فيرتكس، دي فيرتكس، دي فيرتكس. بالظبط. طيب وده يفيدنا بايه؟ ده يفيدك لان انت لو بصيت هنا في الماسك هتلاقي ان في الماسك باز زي ما قلنا. واذا احنا رجعنا بالكورسر كده وعملنا كي فريم هنا، وجينا اتحركنا كده وحبينا ان احنا نحرك الماسك بتاعنا بالشكل ده، ده معناه ان انت عملت الحركة دي، كويس قوي. طيب وده برضو يفيدنا بايه؟ انت بتقول الفيرتكس. هقولك الفيرتكس دي لو انت جيت عملت شكل تاني مختلف عن ده. ازاي يعني؟ يعني لو انت جيت هنا في الكي فريم التاني ده وجيت قلت والله لا انا مش عايز الشكل ده يبقى كده، فانا هضغط هنا مثلا وهاجي عند الإليبس وهقول له اوكي بالشكل ده، فبقت هنا في إليبس. نلاحظ ان الفيرتكس هنا في الإليبس موجودة فوق، والفيرتكس هنا في الشكل ده موجودة فوق، وده اللي خلى التحول ده يحصل. ده هيفيدنا بحاجات كتير قوي. اما تكون الفيرتكس دي مختلفة ما بين كذا باس انت بتنسخه داخل الشيب لاير بتاعك او داخل واتيفر الطبقة اللي انت بتحط عليها الماسك، الفيرتكس هيكون ليها وظيفة مهمة جدا في عملية المورفينج ما بين الاشكال. طيب جميل قوي. وايه تاني؟ كذلك انت لو جيت بصيت على الماسك بتاعك ده وقلت والله انا عايز انسخ الماسك ده على اي طبقة تانية، احنا قلنا بمنتهى السهولة ان انت مجرد ما يبقى عندك طبقة تانية زي مثلا السوليد لاير دي، انت تقدر تاخد الماسك بتاعك ده وتقول له
كوبي وتيجي على السوليد وتقول له بيست، وهتلاقي ساعتها ده اللي بيحصل. طبعا هتقولي ليه في اختلاف ما بين الحركتين هنا؟ هقولك لان انت لو جيت بصيت هنا وضغطت حرف اليو هتلاقي ان انت نسخت الماسك بتاعك والكورسر واقف هنا. لو انت عملت كنترول زد بالشكل ده وجيت بالكورسر بتاعك وقفت عند اول فريم وبعد كده خدت الماسك بتاعك كوبي وقلت له بيست هنا، هتلاقي على طول ان الكي فريمز بتاعتك موجودة في نفس المكان. فاذا الحركة هتبقى كده زي ما انت شايف التو ماسكس هما بيتحركوا تحت بعض. كويس قوي. طيب تعالوا لو احنا عندنا الشيب ده وعايزين ان احنا نعمل ماسك بالبين تول الجميلة دي، فجينا ضغطنا على العلامة دي وجينا عملنا الشيب ده، لاحظنا ان احنا قلنا ان دي اسمها فيرتكس صح؟ كويس قوي. كذلك انت تقدر تدخل جوه البين تول وتقول له اد فيرتكس تول. ازاي يعني؟ هتحط لي نقطة هنا ونقطة هنا، كذلك تقدر تحط النقطة وتسحب بالشكل ده فهيظهر لك تو هاندل، ودي هتخليك انك تعمل منحنى هنا. فاكرين لما قلنا الكلام ده واحنا بناخد الباس والبيزير باس والروتو بيزير؟ قلنا برضو نفس الكلام ده. طيب وايه تاني؟ لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي ان في حاجة اسمها ديليت فيرتكس تول. يعني انت برضو تقدر تمسح الفيرتكس تول الاساسية وبكده اتنقلت الفيرتكس دي لهنا. جميل قوي. وايه تاني؟ كذلك هنا هتلاقي فيه كونفرت فيرتكس تول، يعني انت تقدر تقف على دي وبرضو تعمل تو هاندل وتحولها لايه؟ لكيرفد بالشكل ده، اكنك بتشتغل على باس بالظبط. حلو قوي. وايه تاني؟ وكمان عندك في حاجه اسمها ماسك فيزر تول. ايه الماسك فيزر تول دي يا ترى؟ لو انت جيت وقفت هنا وسحبت كده هتلاقي ان في فيزر اتكون هنا، واحنا قلنا ايه الفيزر دي؟ هي التدريجه اللي بتتكون على الماسك. كذلك لو انت جيت عملت هنا كده هتلاقي ان انت بتقدر تتحكم في الفيزر دي تبقى كبيرة والفيزر دي تبقى صغيرة، ولو عايز تعمل فيزر خارجي هتقدر تعمل فيزر بالشكل ده. تلاحظ ان احنا عملنا هنا فيزر خارجية اهي بالشكل ده، وهنا فيزر داخلية، وبنقدر برضو نتحكم فيها بسهولة بالطريقة دي. كويس اوي. طيب تعالوا كمان نقول حاجة مهمة هنا. ايه هي الحاجة المهمة هنا؟ لو احنا عندنا الشيب لاير بالشكل ده، والشيب ده او whatever الحاجة اللي عندنا ممكن ما يكونش شيب، ممكن تكون اي حاجة، ممكن يكون شخص بيتحرك ووراه خلفية بيضة او خضرة، كروما مثلا. طيب يعني ايه كروما؟ هنتكلم عن الكلام ده فيما بعد. طيب تعال نطبق اللي احنا بنقوله ده على الشيب. عندنا الشيب ده ولكن احنا مش عارفين نرسم الشيب ده بايدينا مانيوال يعني، او مش عايزين نرسم الشيب بايدينا مانيوال. نعمل الكلام ده ازاي؟ وعايزينه ماسك في نفس الوقت. يعني انا عايز ماسك بالشكل ده ولكن انا مش عايز ارسمه مانيوال، والشكل ده مش عايزه يكون بارومتريك شيبس. يعني ايه الالغاز اللي انت بتقولها دي؟ هقولك. يعني مثلا ادي البين تول الجميله بتاعتنا اهي، وجينا عندنا شيب بالشكل ده. كويس قوي. والشيب ده انا عايز انسخه زي ما هو كده بس يكون ماسك. طيب تعال نشيل الاليبس دي وتعال نطبق اللي احنا بنقوله على الكلام ده. انا عايز الشيب ده يتحول لماسك. هحوله ازاي لماسك؟ هقولك في كذا طريقه. من ضمن الطرق دي ان انت تقدر تضغط على اللاير هنا فوق وتنزل تقول له اوتو تريس. ايه اوتو تريس دي يا ترى؟ هتعمل ايه؟ اوتو تريس دي هتديك بانل مختلفه. الويندو دي هتتفتح لك وهتلاقي فيه حاجه اسمها كارنت فريم وورك اريا. احنا مش هندخل في تفاصيل الاوتو تريس في الحلقه دي، ولكن تعال نضغط اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل. اول ما هضغط اوكي هتلاقي الشكل ده حصل. يا ترى ايه اللي حصل؟ تعال بص هنا كده. ده في لاير اتحط لونه ابيض هنا. ايه اللاير اللي لونه ابيض ده؟ تعال بص كده فوق هتلاقي ان في حاجه اسمها سوليد اتضافت لك هنا. سوليد وده السورس اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. ده بقى فيه اوتو تريسد سوليد صحيح. ولو فتحنا اللاير ده هتلاقي ان الماسك بتاعك اهو، ده الماسك اللي انت كنت عامله على الشيب هنا. جميل. يعني انا لو مسحت الشيب ده هلاقي الماسك موجود. هتلاقي الماسك موجود. الماسك هنا اتعمل له اوتو تريست. يعني ايه اوتو تريست؟ يعني اتنسخ اوتوماتيك بالظبط، هو واتمشى عليه اوتوماتيك واتحط لك في هيئة سوليد هنا، وهو
على السوليد ده. حلو قوي. وده يفيدنا بايه؟ ده يفيدنا في حاجات كتير. ده يفيدنا في الفيجوال افكتس، وهيفيدنا في الموشن جرافيك، وهيفيدنا في الانيميت، وهيفيدنا في المورفينج، وهيفيدنا في كذا حاجه. طيب جميل قوي. طيب وايه تاني؟ هقول لك تعالى نمسح الشيب ده، وتعالى نعمل تكست. لو احنا جينا عملنا تكست بالشكل ده وضغطنا حرف الام، وجينا دوسنا الكنترول وقلنا للام دي تعالي هنا شويه كده، وجينا وقفنا هنا وضغطنا كليك يمين، هنلاقي ان في حاجه عندنا اسمها كرييت ماسكس فروم تكست. وده معناه ان انا مجرد ما اضغط على دي كده اتكون لي ماسك برضو اهو. بص هنا هتلاقي ان في سوليد موجود. وبص هنا هتلاقي كتب لك ام اوتلاينز. ايه هو الام ده؟ الام ده اللي هو المسمى بتاع طبقه التكست اللي هو هنا. كويس قوي. يعني انا لو شلت دي هيفضل الكلام ده موجود. بالظبط، ما هو ده السوليد بتاعك واللي عليه الماسك اللي هو حرف الام. اتعمل له برضه اوتو تريست واتنسخ بالظبط هو واتحط على السوليد. كويس قوي. طب وايه تاني؟ هقول لك كمان امسح ده وتعالى اعمل نيو سوليد. فهاجي عند اللاير هنا وهاجي نيو وسوليد. حلو. وهقول له اوكي. خدنا قبل كده حاجه اسمها كنترول شيفت ان، للي يفتكر كنترول شيفت ان. كويس قوي. طب والكنترول شيفت ان دي عملت ايه؟ انا ملاحظ ان هنا مفيش اي حاجه. تعالى نرجع كده بالزوم اللي احنا عاملينه ده. ده ايه ده اتحط ماسك هنا. الحقيقه اللي حصل هنا هو ده، اتحط ماسك على قد الكومبوزيشن بتاعتنا بالظبط، او على قد الطبقه اللي احنا عملناها بالظبط. ده معناه ان انت لو جيت برضو عملت كليك يمين هنا وطلعت على الماسك، هتلاقي ان في حاجه اسمها نيو ماسك، هي اللي اختصارها كنترول شيفت ان اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. حلو قوي. طيب جميل. يعني انا معنى كده ان انا اقدر اعمل مثلا شيب لاير بالشكل ده واجي اقول له كنترول شيفت ان. بالظبط. هتلاقي ان اتعمل لك ماسك حوالين الشيب نفسه. طبعا زي ما انت شايف الماسك هنا مربع. ليه؟ لان الماسك هنا اتعمل حوالين الباوندري او المحيط بتاع الشيب اللي عندك. يعني whatever الشكل اللي عندك اللي انت هترسمه، سواء مثلا بوليجون بالشكل ده، وجيت قلت له كنترول شيفت ان، هتلاقي على طول ان اتحط على حدود الشكل بتاعك الماسك ده. ودي طريقة انك تقدر ترسم بيها ماسك على الاشكال المنفردة داخل الطبقة بتاعتك. حلو قوي. طيب تعالوا بقى نمسح الكلام ده. تعالى هنا اعمل لي شيب. الشيب ده احنا هنعمله ريكتنجل عادي جدا بالشكل ده. انا عملت هنا الشيب ده ريكتنجل كبير شوية عن حجم الكومبوزيشن. ليه؟ لان انا هاجي على الشيب ده وهاجي اعمل ماسك. فين الماسك ده؟ الماسك ده اهو. هاجي اعمل دايرة بالشكل ده. حلو قوي. وبعد كده هاجي على الشيب بتاعي وهحط له اتريبيوتس اللي هو الزجزاج. حلو قوي. وبعد كده هاجي على الزجزاج ده، هفتح الزجزاج وهبدأ اغير مواصفات الزجزاج بتاعتي بحيث ان هي تبقى كده. كويس قوي. وبعد كده هاجي بالكورسر الجميل بتاعي ده، هقف هنا وهدخل على الترانسفورم بتاعت الشيب بتاعي اللي هي ترانسفورم ريكتنجل، وهاجي هفتح هنا وهبص على البوزيشن بتاعي، هعمل عليه كي فريم وهاجي اتحرك بقى بالشكل ده. نلاحظ وانا بتحرك في شكل عامل زي الليكويد، زي المية. حلو قوي. بس انا هاجي امشي شوية كده وهاجي بعد كده اتحرك نفس الحكاية بالشكل ده بالشيفت زي ما انا ضاغط، وهعمل كده. وهاجي كمان انزل بالشكل بتاعي يبقى كده، هخفيه وهاجي هنا ارجع لاول بوزيشن وهعلي الجزء ده كده شوية. هلاحظ ان الريكتنجل اللي انا عامله مش مغطي كل الدايرة بتاعتي. بسيطة. يبقى انا هقدر ادخل جوه السايز بتاعي هنا واقدر اكبر الريكتنجل بتاعي شوية كده. طيب بس انا كده بكبر الريكتنجل كله وانا مش عايز كده، انا عايز اغير بس العرض ده. هقولك شيل علامة الترابط دي وابدأ غير الارتفاع كده. كويس قوي كده. انا غطيت الماسك بتاعي كله. طب تعالى نزود كمان شوية عشان نبقى متأكدين ان كل حاجة متغطية في حالة الحركة. شايف وانا بتحرك كده
الشكل بتاعي بيبدأ ينزل بالشكل ده. جميل قوي. طيب تعالى نكبر الزجزاج ده شوية ونخليه مثلا بالشكل ده. تعالى نبص على الحركة بقى اللي احنا عملناها. هي دي الحركة اللي احنا عملناها. قد ايه الحركة اللي احنا عملناها هو شكل سائل او شكل المية وهي بتبقى جوه الكوباية او الاناء. حلو قوي. وبكده قدرنا نعرف الماسك بيقدر يعمل حاجات كتير، وكذلك نقدر ان احنا نعمل الكلام ده عن طريق التراك مات. اللي يقدر يعمل الكلام ده عن طريق التراك مات يلا بسرعة يعمله ويوريني هيقدر يعمله ازاي بالماسك او بالتراك مات. ما تنسوش الاشتراك والكومنت الجميل واللايك المتين على الفيديو. وبكده الحلقه بتاعتنا خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. واللي لسه ما اشتركش يلحق يشترك في القناه ويعمل اعجاب ولايك. لو في اي حاجه مش واضحه سيبوها لي في الكومنت وان شاء الله نتكلم عليها في اقرب وقت. استنونا في الحلقه الجايه، هنلف العالم ونجيب لكم كل ما هو جديد في مجال الموشن جرافيك. معكم معتز مصطفى من موشن ماستر. مع السلامه.